وللأسف لقد عانت مختلف الجماعات الترابية المكونة للإقليم صخيرات تمارا من غياب رؤية واضحة تهتم بالشباب من خلال إيجاد مرافق خاصة بهم والاهتمام بتوفير بنية للاستقبال الجيدة والمساحات الخضراء وتوفير وسائل النقل وتوزيع الخدمات الاجتماعية. لكن للأسف نجد المجالس الجماعية انشغلت بتحويل المجالات الخضراء إلى مناطق مغطاة بالأسمنت، ووضعت بنية تحتية يغيب عنها التخطيط الاستباقي، مما نتج عنه ازدحام المرور الذي يعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى نقص المرافق الضرورية مثل المؤسسات التعليمية ودور الشباب والخدمات الأساسية مثل النقل الذي أصبح رحلة من الصخيرات إلى العاصمة يمكن وصفها برحلة الجحيم. وبدلا من إيجاد الحلول نجد من وكل لهم تدبير الشأن المحلي منخرطين في صراعات لا تنتهي، مما يعكس استهتارا بمصالح الساكنة وتجاهلا لمطالب الشباب، كما هو واضح في ملفات عديدة، منها ملفات البطالة وملفات التربية والتكوين والتعليم العالي وملفات شباب الجيش الولاية. السيدات والسادة، الأخوات والإخوة، إن الشبيبة الاتحادية وعيا منها بضرورة في تعزيز وعي الشباب وتأطير تشارك بنشاط في العديد من الجمعيات الثقافية والتربوية انسجاما مع دورها الوطني التقدمي. ومن هذا المنطق نتطلع من مؤتمرنا هذا إلى رسم الطريق واقتراح بدائل فعالة للنهوض بالقطاع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في عملة صخيرة تمارا، وأننا نعتبر الشبيبة الاتحادية مكونا حيويا من مكونات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهنا لا بد لنا أن نؤكد فخرنا واعتزازنا بالموقف حزبنا بقيادته كاتب الأول الأستاذ إدريس الشقر اتجاه القضية الوطنية والدولية، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية. واعتبارا أن حل القضية المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولا نتغافل أيضا عن المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. عاش الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، عاشت الشبيبة الاتحادية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.